مين النهاردة ما فيش سوبر؟ أنا السوبر. الخبر الأخير في نشرتنا النهاردة: بعد توجيهات السيد المحافظ بضرورة تدليع المواطنين وعلاجهم من الاكتئاب، يقام يوم الخميس عرض مجاني للسيرك المصري لسكان منشية ناصر والدويقة. استمتعوا بعرض الأسود القوية مجاناً. أخيراً. ألو، أنت فين يا ندل؟ بقى بعد ما دلتك على سوبر حسني ودربك وعملك ولا سوبرمان تختفي فجأة كده زي رجال الأعمال؟ بقولك إيه، سيب اللي في إيدك وتعالى لي فوراً. وراحت السندريلا بصة في الساعة لقيتها 12 بالظبط. راحت بعت للساحرة رسالة: كلمني شكرا. راحت الساحرة كلمتها، قالت لها انت ما جيتيش ليه؟ قالت لها انا قدامي نص ساعة واكون عندك، السكة زحمة وكوبري اكتوبر واقف جدا. راحت الساحرة قالت لها خدي صلاح سالم. بس كوبري اكتوبر واقف ازاي الساعة 12 بالليل يا حبيبتي؟ ما هو ده اللي هيجنني. مش هترد؟ لا انا زهقت يا صلعت من التليفونات بصراحة. الناس بقت تعوزني في مشاكل تافهة جدا. كل شوية واحد يكلمني يقول لي الحقني قطتي على الشجرة مش عارفة تنزل، الواد الصغير بلع الدبلة بتاعت اخته المخطوبة، والبت خطوبتها هتتفسخ لو ما طلعناش الدبلة من بطنه. طب ايه اللي يخلي البت تقلع دبلتها اصلا؟ الناس عشمانة فيك يا عمو، وما ينفعش تكسف حد. انا ما اقدرش اكسف اي حد، بس لما يكون في حاجة تستاهل اتحرك. وبعدين خلينا ناخد راحة شوية يا اخي، احنا بقالنا كتير بنشتغل بصراحة. بس اللي بيخدم الناس ما بياخدش راحة يا عمو، دي حاجة معروفة. والنبي انا مش عايز لماضة. ها تحب اكملك الحكاية ولا هتنام على طول وتريحني؟ لا كمل. بعد ما قالت لها خدي صلاح سالم يا حبيبتي، حصل ايه؟ سوبر سقة، الحمد لله على السلامة يا ابن عمتي. ازيك يا بنت يا حنان؟ خير قلقتيني. احضر حالا الجوافيات اللي انت عاملهولي ده. جرايه يا سقة، اصحي لك ماما تيجي تتفاهم معاك؟ لا ورحمة ابوكي اوعي تصحيها، هي لسه عايشة، دي لو عرفت ان انا هنا هتقطعني حتت. طب خش يا فالح خش. بس انا مش فاهم انت جايباني على ملوشي من الصعيد ليه؟ انت مش عارفة ان الصعيد ملمس اليومين دول والمشاكل هناك على ودنه؟ بقول لك ايه، ما تسيبك بقى من الصعيد وتيجي تنقل شغلك هنا في القاهرة. ايه يا نونو، ما انت عارفة ان انا مرتبط. روح جاتك نيلة، انا بتكلم بجد. طب ما انت عندك في القاهرة سوبر هنيدي، والراجل عامل شغل وبقى نجم خلاص، عايزان انا في ايه؟ هنيدي بيستهبل، ده ما جابش قشة في جهازنا لحد دلوقتي. هنيدي تقل خلاص وبقى ما بيردش على الناس اللي بيتصلوا بيه علشان ينقذهم يا سقة. يا ستي ما يمكن غير تليفونه، تلاقيه اتكسر عليه فاتورتين 3 راح رامي الخط كله، وهو واطي ويعملها. لا ما غيرش تليفون وما تدافعش عنه، ده خطيبي وانا عارفاه كويس. لما بتجيله نوبة الكسل بيبقى مهمل وبينسى نفسه ومش بيفوق غير لما ياخد صدمة. صدمة ايه وجلسات كهرباء ايه؟ يا ستي ما تكبريش الموضوع. بقولك ايه، انت هتبطل هزار وتسمع كلامي ولا خش اصحي لك ماما؟ فندم ده انا هخرس خالص، اموريني. طب ركز بقى في اللي هقولهولك. رقية مش نايمة رقية تحب اعمل لك شوية غزل البنات؟ لا بقول لك ايه، عبال ما انا اخلص شويه الفشار دول عايزك تشوي لنا كوزين ذره. حاضر. التلفزيون بقى يزهق، انا مش عارف الناس كانت بتسلي نفسها ازاي زمان قبل الراديو والتلفزيون. ومين قال لك ان هما كانوا زهقانين اصلا؟ على رايك تصدق انا اكتشفت ان الحاجات دي هي اللي بتزهق اصلا. يعني لما الواحد يقعد قدام التلفزيون ويفضل يقلب من غير ما يلاقي اي حاجه عدله يشوفها هيجيله زهق فورا، لكن لو مفيش تلفزيون هيجيله زهق منين اصلا؟ طب ما تجيب النشرة خلينا نشوف العالم فيه ايه اصلا. والخبر الأخير في نشرة النهاردة: قامت النهاردة حريقة جامدة جدا في دار أيتام في الجيزة، لكن ربنا ستر وبعت للعيال في الوقت المناسب سوبر سقة اللي قدر ينقذ العيال واحد واحد ويطلعهم كلهم من وسط النار بشجاعة. وبعد ما أنقذ العيال قعد ينفخ في النار لحد ما اتطفت. وقد التقى السيد المحافظ بسوبر سقة وسلمه مكافأة شهادة استثمار ب50 جنيه، وقرر إطلاق اسم سوبر سقة على دار الأيتام.
ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ايه اللي حصل يا عمو؟ انا مش شايف حاجة. مش شايف حاجة؟ طب مش سامع اللي بيتقال؟ في واحد اسمه سوبر سقا هو اللي بينقذ الناس دلوقتي. هو حد قال للناس دي ان انا اعتزلت ولا ايه؟ ومين سوبر سقا ده اللي جاي ينط على اكل عيشي؟ تلاقي الناس اللي ما بتردش عليها اتصلت بيه. ما الناس هتعمل ايه برضه يا عمو؟ وانا يعني لما اخد لي اجازة اسبوعين الناس تتخلى عني خلاص؟ يا عمو انت اخدت اجازة، بس المصايب ما بتاخدش اجازة. انا ما عملتش غير واجبي. شفت بقى؟ هو عمل الواجب وانت قاعد تلعب. يبقى الناس ليها حق ولا لا؟ اخرس انت يالا اخرس. يلا قوم هات لي الموبايل من جوه. انا لا يمكن اسمح للمهزله دي انها تتم. يا ريت لو في اي مشاكل من اي نوع تكلموني من اي تليفون ارضي على التليفون اللي هيظهر دلوقتي. سعر دقيقة 1.5 جنيه، وانا للناس زي ما القراءة للجميع. ايه المخ ده؟ وعملت كده ازاي؟ مفيش. 20 جنيه في ايدي الواد بتاع الوصلة زعل السداهية اللي انا مفبركها على القناة اللي بيتفرج عليها هنيدي، وكله في التمام. اهو هو ده الشغل ولا بلاش؟ التليفون بقاله اسبوع ما رنش. ايه بقى في ايه؟ مفيش مشاكل في البلد ولا ايه؟ طب ما تتصل انت بالناس يا عمو. اتصل بالناس اقول لهم والنبي ما عندكوش مشاكل؟ انت اهبل يالا. انا خايف اللي اسمه سوبر سقا ده يكون خلى الناس تنساني. ممكن طبعا. ده لو حصل يبقى الناس بقت واطيه قوي يا صلعت. اقرا اللي حصل، اقرا اللي حصل يا جدعان، اقروا اللي حصل. انت يا بني ادم ايه الهيصه الفارغه اللي انت عاملها دي؟ ايه اللي حصل؟ عايز تعرف ايه اللي حصل؟ هات 2 جنيه. ايه الاستغلال ده؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده سوبر هنيدي. سوبر ايه؟ سوبر هنيدي. لا ده خلاص راحت عليه عينيا. البلد دلوقتي ما فيهاش غير سوبر واحد، وعموما ادي نسخة زكاة عن مؤسسة الاهرام. سلام. مش بقول لك الناس بقت واطيه يا صلعت؟ سوبر سقا يلقي القبض على سفاح المعادي ويتنازل عن قيمة الجائزة لمصلحة الصرف الصحي. مين سوبر سقا ده يا جدعان وطلع لي منين؟ ادي اعضائك يا عمو، الانفعال مش في مصلحتك. صلعت تقب وتغطس وتجيب لي قرار الواد ده، انا هتجنن. واديت له الجرنان وقعدت اسخن فيه لحد ما خليته كان هيطق. براوة عليك. ادي يا سيدي الفلوس اللي اتفقنا عليها، وحاول ما اشوفش وشك في حلقة القبة التاني لحد ما اتصل بيك. طيب مش عاوز حاجة من الصعيد؟ شومة، آلي، دبابة؟ لا لسه، انت مش هتمشي دلوقتي خالص. يا ستي انا ورايا مصالح هناك بالزوف، والموبايل اتملى كلمني شكرا. امي وحشتني بصراحة. بقول لك ايه، هما يومين وبعدين انا كلمت عمتي الصبح وقلت لها انك هتقعد معانا اليومين دول. وقالت لك ايه؟ قالت لي خديه خالص، مش عايزاه. الواد ده لازم نقطع رجله من القاهرة ونرجعه مغاغة تاني. ده مش هيحصل يا عمو غير لما ترجع لمستواك وترجع للأضواء تاني. طب وانا هرجع ازاي ومحدش بيكلمني عشان انقذه اصلا؟ يبقى تعمل بامفليت وتوزعها في كل حتة، وتحط في البامفليت رقم تليفونك، وتقول انك عامل هدية للي هيتصل بيك، وهتنقذ واحد هدية على كل 2 تنقذهم. طب ما احط في البامفلت بالمرة جايزة شاليف مارينا للي هيتصل اكتر. وانت عندك شاليف مارينا وسايبنا عايشين في حدائق القبة يا هنيدي؟ انا مش هرد عليك، مفيش قدامي غير اني اشغل الرادار بتاعي علشان القط اي استغاثة واتحرك قبل ما حد يكلمني او يكلم اللي اسمه سوبر سقا ده. انا عارف اني غلطان، يا رب يا رب بس ساعدني ارجع تاني زي ما كنت سوبر هنيدي اللي بينقذ اي حد في اي وقت. السويد ده جاي منين؟ منشية ناصر، في كارثة هناك. جايلك يا منشية ناصر.
استنى عندك، انا شفتك فين قبل كده؟ ماناش عرفني. وبعدين بعد اذنك ما تعطلنيش، في واحد لازم انقذه دلوقتي. بس عرفتك، انت بقى سوبر سقة. معلش ما عنديش وقت والله، لو عايز تتصور معايا دقيقتين هخلص المشكله اللي فوق دي وانزل. استنى هنا، اتصور معاك ايه؟ انت مجنون يا واد ولا ايه؟ ده انا شكلي هصور قتيل النهارده. اتكل على الله يا بابا، يلا يلا يا واد من هنا، انا اللي هنقذه. انت وهلعب بايدي. يلا سوبر سقة، لو ما اختفتش من قدامي دلوقتي ورجعت بلدكو هتندم على اليوم اللي ركبت فيه سوبر جيت وجيت هنا. يا حبيبي انا جايب سوبر قطر اصلا، لو سمحت اوعى من طريقي، انا بكلمك بالذوق. ولو ما وعدتش هتعمل ايه يعني؟ هعمل كده. هي فين؟ هي راحت فين؟ ايه ده؟ انت عملت ايه؟ لا 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 ولا حاجة، ده عابدين المخترع بتاعي. أنا بس كان مسجل لي صوت مرات الأسد على الموبايل. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقدمها لي إني ما أشوفش وشك هنا تاني في القاهرة، اتفقنا؟ ايه اتفقنا، بس وعدني لو سقطت على الصعيد تقفل موبايلك ومالكش فيها خالص. حبيبي